لقد فارقنا الله، لم يعد يستجيب لي. صموئيل قد مات، لا بالأحلام ولا بالرؤى ولا بالأنبياء، والأعداء على الأبواب. ماذا أفعل؟ يا الله استجب. ماذا أفعل؟ قتلت العرافين والعرافات، منعت الجان والتوابع، وصموئيل مات ولم أعد. نعم يا سيدي. أنا قتلت التوابع والعرافين والعرافات، فهل لا يوجد في المملكة كلها واحد أو واحدة نسألها؟ لأن الله لم يعد يستجيب لي أساسا. نعم يوجد امرأة في عين دور. توجد امرأة عرافة في عين دور؟ نعم. طب هل نستطيع أن نصل إليها؟ نعم يا سيدي. إذا ساعدني لأصل إليها لكي أستشيرها، طالما الله نفسه لم يعد يستجيب لي. أذهب للعرافات. مين؟ أنا راجل محتاج لعرافة أحكي معاها شوية. هو أنت مش عارف إن شاول مشى كل العرافين؟ حي هو الله، لن يمسك أذى بسببي. أنت ليه عايز تأذيني؟ وليه عايز تخلي شاول يموتني؟ أنا وعدتك إن مش هيطلع مني أي شيء عشان يأذيك. طب أنت عايز مني إيه؟ قالولي إنك تقدر تحضري أرواح، وأنا راجل غلبان وعايزك لو سمحتي تستدعي لي روح واحد وأقدر أكلمه، لأن أنا محتاجه ضروري. مين هو الشخص ده؟ صمي لي النبي. صموئيل. انت شاول، انت ليه كذبت عليا؟ أنا وعدتك إني مش هتأذي بأي حال من الأحوال. إيه اللي خلاك عرفت إن أنا شاول؟ أنت شفت حاجة؟ انا شفت منظر عظيم وعجيب. إيه اللي أنت شفتيه؟ حكيلي. شفت آلهة طالعة من الأرض. اوصفي لي الشخص اللي أنت شفتيه. شخص لابس لبس نبي. أو كبير في السن. شعره أبيض وكبير في السن ولبسه لبس أنبياء. هو صموئيل. طب لو سمحتي اسأليه لي نعمل إيه بكرة. كلمه. طب هو هيسمعني أنا؟ كلمه واسأله على اللي أنت عايزه. يا صموئيل، الله قد فارقني، لم يعد يستجيب لي لا بالرؤى ولا بالأحلام ولا بالأنبياء بعد موتك. أرجوك، أنا داخل بكرة على حرب، قل لي أنا هعمل إيه؟ أنا مش عارف أخد قرار. يا ترى أتقدم على الحرب ولا لا؟ أرجوك ارشدني. لماذا أسعدتني وأسعدتني؟ لأن الله وروح الله قد فرق. ولماذا تسألني وقد فرقك الرب وصار عدوك؟ لقد مزق الرب المملكة من يدك وأعطاها لداود، لأنك لم تسمع صوت الرب. غدا سيسلمك الرب إلى أعدائك. يا للحسرة، يعني غدا سأموت؟ سيدي لقد أعييت يا سيدي. قم سأحضر لك الطعام حتى تتقوى. بعد ما عرفنا القصة اللي قدام حضرتك، يتبقى لينا مجموعة من الأسئلة. تعالوا نتكلم على الشخصية بتاعة الست العرافة. هل تستطيع عرافة ماشية ورا الجان والتوابع والشياطين إنها تطلع روح صموئيل النبي، أحد أعظم الأنبياء بتاع العهد القديم؟ كيف عرفت هذه الست إن هذا هو صموئيل؟ كيف خافت؟ طيب تعالوا شخصية
شاول أمر بقطع الجان والعرافين والتوابع من الأرض كلها. هل كان يثق في العرافين لدرجة أنه راح يروح لهم برجليه؟ 2. هل شاول آمن في إن الكلام اللي هتقوله الست هيكون صح؟ يعني معنى ذلك إن في عقله إن هو عارف إن ده صح، وإن الست دي تقدر تجيب له أفكار حقيقية هتحصل؟ طيب ده هنتكلم على صموئيل. السؤال الأول، هل روح صموئيل اللي صعدت؟ 2. هل شاول كشخص يستطيع أن يتحدث إلى روح عن طريق العرافة؟ 3. عرف موته، لماذا لم يقدم توبة؟ 4. صموئيل لما قال له إن بكرة إنك هتكون معايا وهتموت، فعلا حصلت. يبقى هل ده معناه إن صموئيل فعلا أو روحه هي اللي كلمت شاول وحصل كل القصة بحذافيرها ومستقبلا؟ شوية أسئلة كتيرة جدا لابد إن احنا نقدر نجاوب على بعضنا. لو أنت شايف إن الأمر ده كده محتاج منك اكتب تعليقات، وبناء على التعليقات نقدر ندي موضوع متكامل بناء على دراسات طويلة جدا ليا في هذا المجال. منتظر تعليقاتكم علشان نقدر نكون فكرة عن اللي انتم بتسألوا.